السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حلقة اليوم حلقة اليوم إن شاء الله صباح العشاء غنشاركو معاكم إن شاء الله لي السفة بالحليب وفخيدة ديال الدجاج، يعني واحد الأكلة لذيذة اللي بغى تعتمد على اللذة. شنو عندنا فيها؟ بسم الله. عندي هنايا نص كيلو ديال هاد الشعرية ديال السفة، شتيها نص كيلو. عندي هنايا الفخاد ديال الدجاج على حسب شحال ما بغيتي. انا درت هنايا يديروا الدجاجه هما كاع كلها ولا نص الدجاجه ولا اللي بغيتي. هادو ما سلختهم، حيت لهم كاع الجلده. هنا عندي واحد 6 ديال الفخاد، 6 ديال الطراف، اما مازال فيهم الحامض. هادي 6 ديال الفخاد هنا. وعندي هنا واحد البصله مشلضه، ها هي بصله مشلضه، واخا كتبان لك هكا راه خداريه. وواحد ربيطه ديال القزبور كما كنطيبوا الدجاج. عندي هنايا العطريه اللي هي ديال الدجاج، سكنجبير، شويه د البزار وشويه د الخرقوم، شويه د الملحه. درت قياس اللي غادي ندير كله هنايا نيشان. وهنايا شويه د السمن، ها هو السمن مسوب على اليد زوين، موجود عندنا في القناه. وهذا شويه ديال غادي ناخذ هنا شويه ديال الزعفران الشعراء حر. والزيت الزيت خلاص راه تندير بلديه والروميه كنخلطهم، اللي باغي يدير غير الروميه ولا بلديه ما داكشي اختياري. هذا الحليب باش غنسقيها، الماء خلاص راني باش نصبوا الدجاج. واخا نسيت ما حطيتش الزيت الروميه باش غادي نصوبها. نبداو. هيا نبداو على الزيت. هاك بسم الله. ندير بعد هذه محلوله تصور. بسم الله. كدهنيها بالزيت كخطوه اولى. الخطوه الاولى كما القاعده، هذه الطريقه كتنجح 100%. تخافي لا ديجا السيدات مجربين هاد الطريقه ديالنا، وراه كاينه السفه باشكالها وانواعها، بالخضار وباللحم وبالدجاج. صوبناها زعما بهذه الطريقه حيت فيها بزاف ديال الاشكالات. درتها واحد الطريقه ودرناها سامبل، هذيك ديال اللي كنديروا لها القرفه والسكر كلاصي، والسيدات راه جربوها وعجباتهم، ولات عندهم هذيك معتمده، ولا ما كيغيروهاش حيت كتنجح. هاد النهار بغيت نشارك معكم هاد الطريقه عاوتاني بشكل اخر. هذه بالحليب. هذه بالحليب كتجي لذيذه، كتجي زوينه، وهي اللي كنديروا بزاف، هي اللي خصوصا هكا العشاء. دغيا خفيف. دابا كنحاول عليها حيت مع ما بغيتهاش تقرد باش تبقى لي طويله هكا يده. كنحركها مزيان هكا حتى كلها كتدخل لها الزيت. عاد تنديرها في البرمه. ها هي البرمه، درت الماء يسخن، دابا غادي نديرها ان شاء الله في البرمه هكا حتى كتغلى مزيان. ياك عاد نوريك شنو ندير لها. واخا صافي. هاد السفه هي صدينا عليها، حنا رديناها. دابا غادي نزيدو الدجاج اللي انا غسلته من داك الشرف فيه، درت له الحامض والمسائل. المهم ومن قبل بليله كيديروا لها الحامض بحال يعني الدجاج كله، حتى ما كتبقاش فيه حتى شي زفوريه باش يجي زوين. كيجي زوين. غادي ندير ديك العطريه اللي انت شتيها هي. خدات الا شراو غير الفخاد بوحدهم عند مول الدجاج، نيشان يجيبوهم يديروا لهم الملحه والخل بيتهم قبل بنهار. انا ندير شويه ديال الملحه، راه واحد معلقه، واخا ما كيكونش زعما يلاه تذبح. بغيتي معلقه صغيره كبيره غير هذاك الخشب. انت شتي كنحاول مزيان تشي مزيان مع باش كيتشحر مزيان. كتشحروا باش يجيو ولداد. نحيد هادي ونشعل لك البوطه ياك. صافي شعلي البوطه. بنتي يعني قبل ما تدي عليهم يتشحروا. هذا السر ديال البنه. كنسبقهم مزيان هكا باش كيدخلهم مزيان داك العطريه. تشحر مزيان. ولا يشرموا لهم من قبل، يديروا لهم التشرميل وخليهم تشرموا من قبل واحد هكا على الاقل واحد نص ساعه. ساعه. عاد تندير عليهم ديك السمينه اللي شتي ها هي باش كتشحر. كتدخل ديك السمينه في يعني الماء اخر حاجه. بدي الماء وتسدي عليه. ما نديرش دابا الماء بلاتي. ندير ديك البصيله حتى هي تاخذ العطريه ديالها معاهم.
هذا تندير الزيت. بسم الله. الزعفران فزقوه. الزعفران دابا غنفزقو، نخليها شي شويه تشحر في هذا الشيء، عاد ندير تنجي شويه البوطه صافي تشحر ونرجعوا له. انت شتي كيتقلات ديك العطريه لصقات في الدجاج. غادي نزيد دابا هذا الزعفران حار، الشعره دابا يذوب مع الطياب، وغادي نزيد شويه د الماء صافي باش نخليه يطيب على خاطرو. دابا الماء هنايا غيديروا غير كاس صغير، كاس صغير حيت دغيا كيوجد الخضره دغيا كيطيبوا صافي. وغادي ندير هذا القزبر ربيطه صافي. هذه باقه ياك؟ هذه باقا ما تسديش عليها؟ ما نسدش عليها. لا طيحوا دابا غادي الشعريه. طابت مزيان واحد 10 دقائق حتى. بغيت نسولك واش كدير لها الحليب في الاول؟ لا ما كنديرهاش الحليب في الاول. دابا ديال الحليب كنحيدها بعدا، نغسلها من هذا الزيت. الحليب فيه من الدم، كنحيدها من هذا في الدسم ديالو. العاديه لا، العاديه كنخلي داك الزيت. وهذه غادي نغسلها مزيان بهذا بالماء ياك. انا نزيد الماء انت حتى كتولي الماء غالب عليها، فهمتي؟ شفتيها يعني كتغسل بحال كتغسليها من داك الزيت يعني. نغسلها من داك الزيت هذا، كنحيد عافيني داك الماء. الا ما كانش غديري الحليب كترشيها بالماء وكتخليها بزيتها بكلشي مشكل. دابا كنحيد هذاك الزيت مزيان هكا. والله حيديهم باش عاود نكب الاخرين. درتي الملحه؟ عندي لها دابا الملحه باش ملي نجي ندير لها الحليب تكون فيها الملحه. دابا ما تزيداش الماء مازال؟ لا صافي غادي نردها دابا طيب ثاني. شتيها حلوله. صافي نردوها صافي نرجعوا من التابعه عاوتاني نشوفوا المره الثانيه. نوريك شنو ندير لها. دابا ندير لها الحليب. شتي دابا عاد غادي ندير دابا الحليب. شحال؟ غير انا نعبرو لك الكاس. دابا غنبقى نعبر لك شحال غادي ندير. كاس العنبه. كاس العنبه. شي نوصلوا الدجاج هو تيطيب دابا عليه غير يتقلى. دابا هانتي شتي كيفاش كتجي كتشرب داك الحليب. غادي ندير لها نزيد لها واحد نص كاس باش ندير دابا كاس ونصف الثاني. هانتي شتي بالحليب كتجي لذيذه. نخليها واحد شي شويه تشرب هذا الحليب، نعاود نرجعوا ليها ان شاء الله. دابا هادي عليه نتشرب. بعد ما شربات داك الحليب قولوا انت شتي ولات ها هي محلوله شحال. نردوها دابا الأخيرة. بسم الله. دابا طبت. دابا عطيني هذه هي الاخرى صافي. دابا دقوها لقاوها رطبه راه كتوجد كتكون زعما واجده. تكون واجده على حسب الصفا. كاينه اللي طيابه دغيا، كاينه اللي كتحتاج مازال طياب. الا قاسوها لقاوها شي شويه باقي واقفه نزيدوها عاوتاني الحليب. يزيدوها الحليب. عاوتاني نشوف الكاس ونشوف. عندي دابا داك الكاس ونص اللي بقى. نخليها دابا عاوتاني تشرب هذا الحليب.
كتكبي لها الحليب ما حدها سخونه ماشي حتى تبرد. صافي نخليها تشرب. صافي نخليها تشرب هذا الحليب صافي ونبقى ملحه نقادها صافي ندخل نردها مازال طيب شويه صافي ندير الزبده ما حدها سخونه باش شربت داك الحليب صافي. صافي غندخل فيها هاد الزبده ندير هاد الزبده صافي نردها نردوها دابا وهذه الاخيره. هذه الثانيه صافي ما نخليوهاش بزاف ياك. لا دابا ماشي بزاف غير شويه تقاد صافي فيها الفوره واحد ربع ساعه ربع ساعه 10 دقائق 10 دقائق واخا صافي. صافي هي التاليه صافي. فيها دابا غادي نصب باش الورقه ديالها وقفات صافي وجدت شويه الزبيب شويه ديال المشماش وجدته درتو تسوق مع شويه السكر شويه القرفه شويه البرقوق هو هنايا شويه البرقوق حتى غنزوق به داكشي اختياري الزواق ماشي ضروري ماشي ضروري. صافي دابا صافي دابا غادي نصوبو نقادو كلشي ونرجعو. هانتي شتي بالك نشوفو شتي كتفنى مع الديده مع الحليب الحليب والزبده كتعطي جلد منها ما كانوا بلا سكر بلا والو. دابا بدون السكر غير بالملح غير بالملح مالها. ما تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. طبق وجد. صافي وجد نشوفو. تبارك الله كيجي لذيذ وكله صحي ما فيهش السكر ما فيه لا عسل لا السكر لا والو كيجي على طيبه الملوحه. ايوا هادشي اللي كان باش كيجي لذيذ فيه داك الفخوضه ديال الدجاج فيه سميتو الحليب تا هو كيخلطو لذيذ المذاق ديالو يعني اللي كيقلب على اللذه شي حاجه. هذا هو الطبق المناسب. هادشي اللي والصحي ما فيش السكر نهائيا ما فيش سكريات من غير هادشي اللي حنا مزوقين به دابا من الفوق وهادشي كيبقى اختياري ياك. هذاك الشيء كيبقى اختياري ماشي ضروري تزوقي الا ما بغيتيش ديري بحال هادشي دير غير الدجاج صافي ولا تزوقي بحوايج اخرين عطا الله باش تزوق داكشي اللي كان هما التزموا بداكشي اللي موجود عندهم. ماما تبارك الله عليك هذه ماشي اول مره كنصوبوا الصفه يقلبوا عليها كاين بزاف ديال الاشكال ديال الصفه والانواع ديالها باللحم اللي كاينه بالخضره كاينه دابا هذه بالدجاج. تبارك الله عليك فوز اخرى ان شاء الله والله يعاونك. وصلنا لنهاية الحلقة. إلا طبقتوا الوصفة بعتونا بالصور على المواقع اللي غتلقاو رابط ديالها في صندوق الوصف. كذلك الاشتراك بالنسبة للزوار جدد والضغط على الجرس لتوصلونا بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار. وإلى اللقاء.